السلام عليكم، أهلا ومرحبا أبناء طلاب الأول الإعدادي وفيديو جديد. وصلنا ليونت 5 هوليدايز اللي هي بتتكلم على الأجازات. هنحل طبعا زي ما تعودنا الورك بوك. نبدأ ببيج 102. تابعون. holidays الأجازات. vocabulary اللي هي كلمات أو المفردات. label the map with the words in the box. بنبدأ نشوف البيكتشر الصور وبنكتب من البوكس الكلمات اللي في البوكس هنقولها مع بعض. بيتش طبعا اللي هو الشاطئ أو البلاج. كيف الكهف. ديزرت الصحراء. فورست غابة. جانجل الأدغال أو الغابات الكثيفة أو الغابة الكثيفة. ليك بحيرة. ماونتين الجبل. ريفر النهر. سي البحر. ووترفول اللي هو الشلال. طبعا من خلال الصور زي ما احنا شايفين. نمبر 1 سي. نمبر 2 بيتش. 3 جنجل. 4 mountain. 5 waterfall. 6 river. 7 lake. 8 cave اللي هو الكهف. 8 where is 8 كيف قلنا 8 9 desert الصحراء and the last one 10 forest. writing. look at the map. where would you like to go. هنبص للخريطة اللي احنا قلنا الكلمات اللي عليها واختار لنا مكان بتحب أن تذهب أو تود أن تذهب إليه وقول لنا why. where would you not like to go. والمكان اللي أنت لا تريد أن تذهب إليه ولماذا. أنا in my opinion I'd like to go to the beach. أود أن أذهب إلى البيتش الشاطئ. why. to enjoy the fine weather. استمتع بالطقس المعتدل. I'd not like or I wouldn't like to go to the desert. لا أريد أن أذهب إلى الصحراء. why. because it's very hot. Listen to page 103. Write the words. Use all letters then match the verbs with the nouns. طبعا نكون أفعال ونوصلها بالكلمات الخاصة بها. Number 1 climb mountain يتسلق جبل. 2 eat delicious food يأكل طعام لذيذ. 3 have picnic طبعا نزهة. 4 ride a bike يركب الدراجة. 5 sleep in a tent ينام في خيمة. The last one 6 swim in a lake يسبح طبعا في البحيرة. Complete the sentence with the past simple from the verbs in practice. طبعا هنا هنستخدم الباست سيمبل اللي هو second form التصريف التاني للفعل وكلنا أكيد حافظين الأفعال. عندنا the hi Iman last summer my family had. التصريف التاني من مين؟ من have or has. had a fantastic holiday in Morocco. إجازة طبعا رائعة في المغرب. we visited a big beach and then we slept in a nice hotel. طبعا أنا بقول على طول بنجيب التصريف التاني للفعل. sleep هتبقى slept. we didn't swim لو بننفي didn't وبعدها الانفينيتيف المصدر أكيد. in the sea. it wasn't very warm لم يكن دافئ. طب جبنا منين يا مستر was from the verb to be am or is. the past simple is was. but I rode on a camel. that was fun. we visited a city called Marrakesh too and we went to a museum. we also ate some delicious food. Write soon Hannah. Write these sentences using the past simple. نفس الفكرة هنجيب الباست سيمبل. there are أكيد هتبقى there were. he goes أكيد هتبقى he went. 3 منى فازر climbs
a mountain. Climate mountain. I don't sleep. أكيد I didn't sleep. سامي doesn't like playing football. أكيد سامي didn't like playing football. وصلنا للسؤال الأهم اللي هو الباراجراف. Last weekend هنكتب عن العطلة. المفروض ده ممكن يتكتب عن أكتر من باراجراف، اللي هو holiday اللي هو الأجازة. ممكن نكتب عن a place you visited مكان زرته. المهم إن أنت هتحافظ على حاجتين هنتفق عليهم، اللي هو البنكشوات علامات الترقيم، التايتل العنوان زي ما احنا شايفين في وسط السطر وبادئ بكابيتال ليتر حرف كابيتال. بنسيب مسافة، يمكن المساحة اللي في الكتاب مش مساعداني، مش واضح جدا، ولكن احنا هنسيب مسافة في بداية السطر. بنبدأ بكابيتال لتر وبنقول last week، يبقى هنتكلم في الباست تصريف تاني، كل الأفعال تصريف تاني. last week الأسبوع الماضي I went to، بنحدد المكان اللي هنروحه. I went to Alexandria، I went to سيوة، I went to هرغادة، أي مكان أنت بتحدده. بعد كده I went with، بنحدد الأشخاص اللي رحنا معاهم. I went with my family. تالت حاجة بنحدد الترانسبورت وسيلة المواصلات. هنقول we، بنغير السبجكت الفاعل طالما احنا بقينا مجموعة مع بعض. we went there by car. بتبدأ تتكلم عن نفسك باستخدام الباست سيمبل. I swam in the sea. I built a sand castle. هنا built a sand castle or made a sand castle، وناخد بالنا كاسل التي سايلنت، قلعة رملية. عملت على الشاطئ قلعة رملية. I took selfie، طبعا تاخد لنفسك أو تلتقط صورة شخصية اللي هي selfie. I didn't eat fish، لم أكل السمك. أمال أكلت إيه؟ I had snacks، تناولت الوجبات الخفيفة اللي هي snacks. ممكن تقول I went to a restaurant and had lunch there. We enjoyed our time there، استمتعنا. The weather was fine، الطقس كان لطيف. طبعا ممكن نكتب كلام كتير جدا، وممكن تقول اكشنز كتير، بس اهم حاجة تحافظ على الكابيتال ليتر والحرف الكابيتال بداية الجملة ونهايتها الفول ستوب. lesson 3 page 104. نفس الفكرة هنا، بس بقول لي read and match the words with their meaning. الفيرب أو الكلمة الword والmeaning المعنى، زي definition بالظبط. number 1 camp اللي هو طبعا معسكر أو كفيرب بمعنى يعسكر. letter D sleep for a time in a tent، ينام لفترة في الخيمة. 2 castle، الديفينيشن أو تعريف كاسل اللي هي القلعة إيه؟ هنقول إن هي letter F a big strong building from the past، مبنى قديم وقوي وكبير من الماضي. 3 dolphin letter B a friendly sea animal، حيوان بحري صديقنا أو ودود أو لطيف. 4 holiday flat، شقة الأجازة طبعا. a place to stay for a holiday، المكان اللي ممكن فيه الأجازة. 5 souvenir، الهدية التذكارية. letter C something you buy to remember a holiday، شيء طبعا بنشتريه عشان نتذكر به الأجازة. the last one number 6 view view بمعنى مشهد أو منظر. letter E what you can see from a place، يعني لو انت واقف في تاور في البرج بتبدأ تشوف الفيو أو المنظر الجميل للسيدي المدينة. reorder the words to make question، هنرتب عشان نعمل أسئلة. number 1 where did you go on holiday last year. 2 where did you stay. 3 how did you travel there. 4 did you climb a mountain. 5 what did you eat. listen and check your answer. وبعد كده عاوزنا now answer the questions in exercise 2. number 1 هنقول I went to سيوة on holiday. any place أي مكان، بس أنا هنا جبت لك أنت المفروض هتتخيل إن أنت رحت 1 سيوة. بعد كده 3 I traveled there by bus. 4 no I didn't or yes I climbed. ده بنجاوب على الأسئلة. 5 I ate delicious food. ونمبر 2
كنت نسيتها بكملها لك. تو نجاوب على السؤال التاني اللي هو كان بيقول لنا how did you travel there ولا ايه؟ تو where did you stay؟ أين أقمت؟ كنت مقيم فين؟ قلنا I stayed in a tent. هيكون في الواحد سوا في الصحراء، يبقى أكيد في تنت في خيمة. lesson 4 page 105. هنا جايب لنا ايميل وهاي علي وكومبليت ذا ايميل ويز باست سيمبل، نفس الافكار، فهنقول الاجابه على طول. نمبر 1 travel، نمبر 2 went، 3 had، 4 was، 5 were، 6 wasn't، 7 helped، 8 were، 9 bought and 10 enjoyed. بعد كده answer the questions about Andy's email. هنجاوب الأسئلة من الإيميل. Where did Andy go last summer? He went to Egypt. 2. Why did he go there? He wanted to learn Arabic. جاي مصر عشان يتعلم العربية أو اللغة العربية. Did he like the people in Cairo? هل أحب الناس في كايرو؟ Yes he did. They were very friendly. What did the teachers do? المدرسين ماذا يفعلوا؟ They helped him. كانوا بيساعدوه. What did he buy؟ اشترى ايه؟ He bought lots of souvenirs. He bought اشترى الكثير من الهدايا التذكارية souvenirs. What did he enjoy؟ number 6 استمتع بإيه؟ He enjoyed the view of the city from the top of the Cairo Tower. كان بيستمتع بمنظر المدينة من أعلى برج القاهرة. question number 3 answer the Andy's question. طبعا الإجابة هتبقى من صفحة page 103 من 103 exercise 4 التدريب اللي هو رقم 4. lesson 5 page 106 complete the sentence with the word from the box. جايب لنا بعض الاكسبريشن التعبيرات exciting، interesting متحمس، interesting شيق، no، oh pity لو اسف، really في حقيقة او في الواقع، واو اللي هي تعبير الداشة دي الاموشنز. وبيقول لنا حنان I went to the beach last weekend. really يعني حقيقي رحت الشاطئ او البلاج. حنان when we arrived it was very windy. oh dear لما ذهبنا كانت الجو عاصف. we didn't want to swim in the sea. what a pity لا يا له من شيء مؤسف. then the wind stopped and we went on the boat trip. توقفت الرياح ورحنا في رحلة بالقارب. how exciting يا له من شيء مثير. we saw 6 big dolphin. شفنا 6 دولفين كبير. واو تعبير دهشة طبعا. then my brother the phone fell into the water. وقع التليفون في الماء. oh no احساس بالايه، بالاسى او بالحزن او بالاسف. the phone was okay. some new phones can go in water. طبعا في بعض التليفونات بتبقى مقاومة للماء أو ما بتتأثرش بالمية. That's interesting يا له من شيء شيق. Number 2 reply to the following using expressions from exercise 1. رد على الأسئلة أو الجمل دي بالتعبيرات اللي استخدمها في exercise 1. I have tickets to see the new play at the theater. أنا جبت تذاكر عشان نحضر مسرحية جديدة في المسرح. How exciting يا له من شيء مثير. 2 حمدي went to the shops to buy rice but the shop was closed. راح يشتري من المحل أرز ولكن المحل كان مغلق. oh dear يا عزيزي. يبقى دي emotions بتاع إحساس، بعض التعبيرات اللي تعبر عن المشاعر أو الأحاسيس. 3 there is a good film on TV this evening. really في فيلم جيد هذا المساء في التلفاز. for my favorite football team won 5-0. فريق المفضل فاز 5-0. واو تعبير الدهشة. 5 my favorite football team lost 0-5. oh no what a pity لو فريقك تهزم
بنقول يا له من شيء مؤسف. طبعا ده بعض الأسئلة المهرية السكيلز draw a sign for a role that tourists should follow. بعض اللافتات اللي المفروض السياح بيتتبعوها، بعض الرولز. أنا رسمت كده حاجة ابتكارية زي ما انتم شايفين. ده قدم فوت ومعمول عليها علامة وتحته جراس اللي هو العشب، وعامل علامة كروس اللي هو بيقول لك أو بيقول لنا رسالة كده You mustn't walk on the grass. ممنوع تمشي على العشب. lesson 6 page 107. complete the sentence with examples. Ali plays lots of sports for example. هنجيب على كل حاجة مثال الرياضة الفود الطعام. المهم مثال للرياضات هنقول tennis and football. Number 2 we ate a lot of new things at the cave. for example هناكل snails مثلا اللي هي القواقع أو الحلزون. 3 there were a lot of souvenirs at market. for example هتشتري souvenirs فقال لي a very small Eiffel Tower. ممكن تشتري برج صغير اللي هو a very small Eiffel Tower. بعد كده number 4 Judy saw many things from the top of the tower. for example شافت طبعا ايه من اعلى البرج. شاف a view of the city منظر المدينة من أعلى البرج. put the email into the correct order. هنرتب الإيميل طبعا على طول علشان وقت الفيديو. هنقول إن number 1 letter D, number 2 letter B, 3A 4C. بعد كده بقول لي write an email about a journey you did. هنكتب بعد ما رتبنا الإيميل اللي فوق ممكن نكتبه كإيميل عن رحلة أنت قمت بها. journey اللي هي رحلة طبعا طويلة. lesson 7 ده المحطة الأخيرة زي ما تعودنا page 108 108. وبنستمتع بالكروس وورد كلمات المتقاطعة. number 1 as you see الجانجل الغابة. number 2 desert. 3 sea SEA. 4 beach طبعا البلاج أو الشاطئ. 5 cave الكهف. 6 waterfall الشلال. and this is the last one. بعد كده complete the answers then match the questions and the answer. هنكمل ونوصل طبعا. هنقول على طول number 1 letter C I went to Alexandria. number 2 اللي هو letter D no I didn't it was windy. طب أقول لك السؤال علشان تبقى فاهم أكتر. السؤال اللي هو number 2 did you swim in the sea. هل سبحت أو عمت في البحر. هيقول له no اللي هي letter D no I didn't it was windy كان الجو عاصف يبقى لم يسبح. طيب 3 what food did you eat. ما الطعام الذي أكلته أو تناولته. هيبقى number 3 letter D I ate a lot of fish. أكلت سمك كتير. بعد كده 4 where did you stay. أين أقمت أو كنت قاعد فين. قال له letter A I stayed with my cousins. لا هنا where did you stay المفروض I stayed with my cousin يبقى هو المكان اللي قاعد فيه كان مع أولاد عمه. ممكن في المنزل بتاعهم أو في هوتيل معهم. did you enjoy it number 5 هل استمتعت. yes I did it was fun. answer the questions about you. الأسئلة دي هتجاوب عن نفسك. هنا acceptable answer أي إجابة ممكن تكون مقبولة لأن أنت بتتكلم عن نفسك. What time did you go to sleep last night. هقول له last night I went to sleep at 10 o'clock. يبقى هنا بقول لك ما الوقت الذي تذهب لتنام فيه. last night هقول له I went to sleep at 10 o'clock. ممكن نقول له PM عشان نقول مساء. 2 What did you eat for breakfast this morning. I ate biscuits.
as you like sandwich، أي حاجة ممكن تقولها. snacks وجبة خفيفة. 3. How did you travel to school؟ كيف تسافر أو تذهب إلى المدرسة؟ I traveled to school on foot. برضو هنا أنت اللي بتختار وسيلة المواصلات، ممكن تقول by bus. 4. Who did you talk to at break؟ بتتحدث مع مين؟ I talk to my friends at break. تحدث مع أصدقاء or my classmates، أصدقاء أو زملاء الدراسة في الفسحة. The last one 5. Which lesson did you have before English؟ حصة ايه اللي بتاخدها أو درس ايه قبل الإنجليزية؟ ممكن نقول I had science lesson before English. بكده يونت 5 خلصناها، ونفتكر إن كان معانا الباست سيمبل الماضي البسيط اللي هو the second form، ومعانا باراجراف about holiday or weekend or a place you visited، وبنكتب فيه طبعا باستخدام الماضي البسيط. Best regards dear student, good luck. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.